اكبر غلطه بتعملوها انكم بتبعتوا نفس السي في لكل وظيفه. يا جماعه كده الاتش ار بيشوفوا بيقول ده كوبي بيست واضح جدا. الشركات عايزه سي في معمول مخصوص للوظيفه اللي هم طالبينها. طيب ليه مهم تخصص في السي في؟ ببساطه بيزود فرصك ان انت تتقبل في الانترفيو، بيمر اسرع من نظام الاي تي اس اللي بيدور على كلمات معينه من الجوب ديسكريبشن، بيخلي خبراتك مركزه على المطلوب بالظبط، بيبين ان انت فاهم انت بتقدم على ايه. الاهم بقى انه بيوصل انك مهتم بالوظيفه دي فعلا، مش بتقدم وخلاص. اعمل ده ازاي؟ لازم تقرا الجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي كويس جدا، وتطلع الكي ووردز وتعدل على السمري، وتركز على خبرات ليها علاقه بالمجال. ولو بتقدم في اكتر من تخصص اعمل نسخه اساسيه لكل مجال وتقدر تعدل فيها بسرعه جدا. النهارده جرب اختار وظيفه او 2 وعدل على السي في مخصوص للوظيفه او الوظيفتين دول، وشوف الفرق في الردود بنفسك. استخدم النصايح اللي احنا قلناها في الفيديو ده او في الفيديوهات اللي فاتت، اللي بتقدر تساعدك ان انت تعرف الكلمات اللي محتاجها لكل وظيفه واللي بتمر على الاي تي اس سيستم عن طريق جوب سكان.